صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني، هذه الايام احنا صارت عندنا ضجة، وهي الضجة انه 25 خليجي في داخل البصرة. اهلا وسهلا ومرحبا بالضيوف الكرام اللي دخلوا البلدنا. لكن اخواني الاعزاء، تشوف احنا يعني الافتتاحية بدت انه كاظم الساهر اجى، كاظم الساهر راح، كاظم الساهر مشى، كاظم الساهر وافق، كاظم الساهر. شنو كاظم الساهر؟ احنا نريد بس نفهم شنو كاظم الساهر. ترى عبارة عن رجل مطرب وجاي ياخذ ملايين الدنانير، ملايين الدنانير. انهم مجرد لان احنا نحب الشهرة. شوف الانسان المشهور نركض وراه. ولا شنو كاظم الساهر؟ شنو اللي يقدمه العراق كله؟ خلينا نشوفه. انا هسه ما ايده واقول له تعال انه انت ليش ما اجيت للبصره؟ لا، خوش واذا اجى للبصره شنو اللي راح يقدمه لبلده؟ شو راح يقدمه؟ الشغله كلها بفلوس عمي. لكن القضيه هاي ضجه اعلاميه، يردون من عندكم انه انتم افكاركم تظل يم قضيه 25 خليجي، ويبعدونكم عن القضيه الحقيقيه. وهي القضيه الحقيقيه شنو؟ انه انت انتباه لبلدك، قضية بلدك. قضية اليوم بلدك ايش اصبح؟ اصبح فساد اداري، فساد محلي، فساد اخلاقي، بنى تحتية صفر، بنى تحتية عندنا صفر، قضايا بالشارع ما انزل الله بها من سلطان. هاي يريدوك يبعدوك ويخلوك منتبهين بس الكاظم الساهر. ايش حكى كاظم الساهر وايش قال كاظم الساهر؟ شنو كاظم الساهر امام التدين والدين؟ ليش احنا عاد ما يخالف، احنا مشجعين للطوبه، حياها الله واهلا وسهلا، يلعبون طوبه ويمشون، انتهى الموضوع. لكن نشوف الناس والعالم وداخل هذا جذع النخله، ما ادري جذع الشجره، ونشوف الناس مخبوصه، خابصه رواحتها، وناس واقفه بالباب، وشخصيات وشخصيه طب حسب مقتنع بها اللي يدخلونهم، او واحد يترجى تعالوا دخلوني، والكارت ب10 رقم. يا على اليمن يا اخوي، على اليمن. لكن انتبه لنفسك، لكن انتبه لنفسك. شوف احنا بيا مكان صرنا من الدول، حتى انت تفرح بخليجي وانت منطلق وخابص روحك، لك بلد منتهى، بلد صفر، بلد بيعم الفساد من شماله الى جنوبه، منتهى، بلد منتهي. بعد ايام لا خليجي ولا غير خليجي ولا انت مرتاح. الله وكيلك، انت صاير اكلة لآكل وصولة لصائل. انت اكل الاكل وصولة لصائل. الجيران منا ومنا كفيلك الله يحلبون بيك حلب، وانت منتهي. الله وكيلك، وكل ساعة يرفعون لك الدولار، ينزلون لك دولار. صعدت الاسعار، ردت الاسعار، وانت ملتهي بخليجي. شنو خليجي؟ شنو يريد يعطيك؟ خاب والله اذا ذبحك الجوع. الله وكيلك، الخليج ما يتنوع لك ولا يعرفك انت وين ما وين. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، اللي هالايام تقودنا الزعاطيط للاسف الشديد. نسال من الله سبحانه وتعالى ان يبدل وضعنا بافضل الاوضاع بحق